ومعمق، وفيه الكثير من الدروس والمعاني أيها الإخوة، لكنه لا يقف طويلا عند تضحية أو ما يسمى في الحقيقة ليست تضحية، ما يسمى بتضحية إبراهيم بوحيده، إما إسحاق وإما إسماعيل. هذا لا يعنينا كثيرا على فكرة، وإن كان أكثر علماء المسلمين أنه إسحاق، طبعا عكس ما تعتقدون، العامة يعتقدون أنه إسماعيل. أكثر علماء الأمة من الصحابة والتابعين على أن الذبيح هو إسحاق على طريقة أهل الكتاب. قال بهذا عمر وعلي والعباس وابن عباس وابن عمر وجابر وابن مسعود، 7 من الصحابة. وقال به مجاهد ومقاتل وقتادة وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير والإمام مالك بن أنس ومسروق أبو عائشة وكثيرون، وارجحه الطبري والنحاس والقرطبي. أكثر علماء الأمة على رأي أهل الكتاب أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل. لذلك دائما نقول لكم من الأهمية بمكان أن يقال للناس الذين يقال لهم العامة، أن يقال لهم الحقيقة كما هي. لا ينبغي أن نسمع الناس دائما شيئا واحدا على أنه الحقيقة المطلقة المنتصبة، نورثهم التعصب والانغلاق. لا لا لا، لابد أن نقول لهم الخلافات كما هي. معظم علماء الأمة على هذا. على كل حال، لكل وجهة هو موليها، وقد علم كل أناس مشربهم. من مثالب التعليم في الصغر إخواني وأخواتي أننا سمعنا هذه الحكاية وتليت على مسامعنا وتحفظناها قرآنا كريما وتلوناها